مسلسل لام شمسية واحد من أجرى المسلسلات وأهم المسلسلات في الفترة الأخيرة. مسلسل أثبت إن الجمهور واعي جدا، وإن الجمهور ما عندوش مشكلة مع القضايا الساخنة على قد ما هو عنده مشكلة مع التنوع. كل القضايا الشائكة بمنتهى السلاسة، ولم يعترض عليها السواد الأعظم من الجمهور، بالعكس رحب بيها جدا وقال ان دورها مهم جدا. وهنا بنحط ايدينا على اهم نقطة، ان مشكلة الجمهور ما هواش الانغلاق وعنده قضايا ما ينفعش انها تتقال، ولكن مشكلته في التناول. مسلسل اخترق كل الحدود، ولكن بمنتهى الشياكة ومنتهى الادب. بالعكس ده ادى جرس انذار لكل الاسر المصرية. اجمل ما في مسلسل لام شمسية انه كان باشراف من المتخصص، سواء على الجانب القانوني، لان المستشار احمد النجار رئيس محكمة الجنايات كان هو المشرف القانوني على المسلسل. الجانب الثاني الجانب النفسي اللي كان بيشرف عليه دكتور نبيل القط. من الحاجات الحلوة في المسلسل انه ابتدى يوريك انعكاسات او الاثر النفسي للتحرش على اعمار مختلفة، يعني الطفولة، وزي نموذج يوسف، وزي اسماعيل صاحبه في مرحلة اكبر شوية، زي المرحلة اللي كانت فيها سمية اللي بقت مدرسة وبرضه ما قدرتش انها تنسى، الى مرحلة النضج اللي كانت موجودة فيها نيلي، واللي اثرت بعد كده على علاقتها الزوجية. لو رجعنا لشخصية نيلي ودفاعها عن اللي حصل ليوسف، هي كأنها بتدافع عن نفسها هي وعن اللي حصل ليها، او عن الاثر النفسي اللي كان موجود، لانها اثرت عليها بصدمة. بيعترض بعض الناس على انه ليه يخلوا ان الجارة هي كمان اللي عملت الاثر النفسي ده على البنت. والحقيقة انه الخطر اللي بيبقى موجود مفيش حاجة اسمها ده بنات او دول اولاد، لا، هو الخطر خطر. يعني الاولاد في السن ده بتبقى محتاجة رقابة، والامور عندهم بتبقى يعني لو ما حصلش كنترول ممكن تحصل كارثة كبيرة. ومفيش حاجة اسمها اصل دي بنت مش هتعمل لها حاجة، اصل ده واحد مش هيعمل حاجة، اصل ده قريب، اصل ده كذا. فلا، هو المسلسل ابتدى يعرض الموضوع بشكل بسيط قوي قوي، مش بيخوف الناس من الموضوع، هو بيوعي الناس بالموضوع. وهنا في فرق كبير قوي. الخط الدرامي لشخصية وسام نقدر نقول ان احنا شفنا لمحة صغيرة من طفولته في يوسف. تم الاعتداء عليه من وهو صغير، وابتدى ان هو يمارس في المحيط الدايرة الأقرب ليه، وبعد كده ابتدى ان هو واحدة واحدة يبقى متحرش كبير قد الدنيا وبيأذف خلق الله كلهم. يعني ببساطة شديدة ان يوسف وهو صغير لما وقع عليه هذا الاعتداء ما كانش فاهم، ابتدى يمارس او يحاول مع اخوه. لولا تدخل الاهل كان هيبقى يوسف مع الدايرة القريبة، بعد كده الدايرة الأكبر في المدرسة، بعد كده يطلع للنطاق الأوسع ويبقى شخصية بتعادي المجتمع أو بتأذي أفراد المجتمع ككل. بالتالي دور الأسرة اللي موجودة واحتضنت الطفل الصغير ده من أول زوجة الأب اللي هي كان عندها أمومة أكتر من الأم نفسها، والطبيب النفسي، دايرة الأخصائية النفسية في المدرسة، المجتمع ككل لما عارف ابتدى ان هو يتضامن. وبالتالي المسلسل لم يسيء للمجتمع، بالعكس هو بين ان اثر سواء مكان شخصية نرجسية أو شخصية سايكوباتية معادية للمجتمع، أو عنده بيدوفيليا أو هايبر سيكشواليتي. الفرد الواحد ده يقدر إن هو يخرب كذا بيت، زي ما حصل في بيت يوسف وصاحبه وأصدقائه، ويعني بنت المساعدة اللي عندهم في البيت اللي هي شخصية سمية. يعني هو ماشي يأذف خلق الله بشكل عشوائي جدا، والضرر النفسي بيقع على الجميع. وبالتالي احنا النموذج ده هو يعني لو اتلحق وهو صغير هو المشكلة مش هتبقى كبيرة، ولو في وعي عند الأسر المشكلة مش هتبقى بهذا الضرر.